ضمن جولاته التفقدية لأقضية ونواحي المحافظة، زار محافظ النجف الأشرف الأستاذ عدنان الزرفي قضاء المشخاب، والتقى بوجهاء وشيوخ عشيرة آل فتلة لبحث استحقاقات المدينة في موازنة العام الحالي والمشاريع التي تنوي المحافظة تنفيذها في قضاء المشخاب. وأكد السيد المحافظ أن عشيرة آل فتلة من العشائر المعروفة بدءا من مشاركتها في ثورة العشرين وصولا إلى دعمها الحالي للحكومتين المحلية والمركزية. في إطار التواصل الاجتماعي مع قطاعات المجتمع المختلفة، احنا اليوم في زيارة إلى قضاء المشخاب وفي ضيافة مشايخ آل فتلة وآل فرعون، وهذه العشيرة الكريمة من العشائر التي جاهدت وناضلت من أجل وحدة العراق والدفاع عن أراضيه منذ ثورة العشرين، المرحوم عبد الواحد آل سكار والمشايخ الكبار المتواجدين في هذه المنطقة. وإن شاء الله هذا التواصل يستمر، وهو كله يأتي في إسناد الحكومة وإسناد الوضع السياسي الجديد في البلد. والناس اللي في هذه المنطقة هم ناس من مؤيدي الدولة ومن الساندين إلى جهود الدولة، سواء الحكومة المحلية في المحافظة والحكومة الاتحادية، وهم يقفون بصف واحد مع قواتنا المسلحة وجيشنا في محاربة الإرهاب والبقايا النظام الفاسد. نأمل إن شاء الله أن يستقر العراق وتتحقق آمال الشعب العراقي في بلد كريم وفي بلد يعيشون به بسعادة هم وأجيالهم القادمة. قبيلة آل فتلة وعلى لسان شيخ عشائر آل فتلة وليد فليح حسن أعلنت عن دعمها للحكومتين المحلية والمركزية والوقوف مع الأجهزة الأمنية والجيش العراقي في تصديه للعصابات الإرهابية. نشكر سيادة المحافظ الأستاذ عدنان الزرفي على زيارته الميدانية، والحقيقة مو غريبة عليه زيارته للمناطق هاي، بأن عودنا عليه من صار محافظ إلى هاللحظة هاي. حقيقة زيارته هي تفقدية وتواصل المجتمع بينه وبين الدولة. والآن أعلن باسمي شخصيا وباسم عشائر آل فتلة مساندتنا لقواتنا المسلحة ولدعم جيشنا المقدام اللي قاعد يقاتل الإرهاب وأوكاره، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. الزيارة شملت مناقشة تطوير كافة القطاعات الزراعية والخدمية والتربوية، مع زيادة في تخصيصات مدينة المشخاب بعد قرار تحويلها من ناحية إلى قضاء، بحسب ما أشار إليه مدير البلدية أياد الزرف. كانت لهذا اليوم جولة تفقدية لكل القطاعات من قبل السيد محافظ النجف الأستاذ عدنان الزرفي، شملت القطاع التربوي والقطاع الخدمي والقطاع الزراعي، وكانت هناك لقاءات مكثفة مع وجهاء المشخاب. كذلك كانت هناك وعود من قبل سيادته لتحسين الواقع الخدمي تزامنا مع إعلان القضاء المشخاب ورفع مستواها الإداري من ناحية إلى قضاء. هناك بشرى لهذا المشخاب زيادة تخصيصاتهم، وإن شاء الله الواقع الخدمي فيه قفزات حقيقية، لا سيما أن قضاء المشخاب شملت قطاعات الخدمية اكتمال البنى التحتية، ونحن على أبواب تأهيل كافة الأحياء التي شملت بالبنى التحتية. هذا وزار السيد المحافظ وضمن جولته التفقدية إعدادية العزة للبنين للإطلاع على سير امتحانات نصف السنة، مؤكدا أن الامتحانات تسير بشكل منتظم مع حضور كامل الأساتذة والطلبة والإشراف. نحن اليوم في زيارة إلى قضاء المشخاب، زرنا مدرسة العزة إعدادية العزة للبنين، وطلعنا على سير الامتحانات لطلبة المدرسة، وكانت حقيقة امتحانات رائعة وانتظام رائع وحضور كامل للطلبة وللأخوة الأساتذة والإشراف أيضا. نأمل إن شاء الله أن يجتاز أبنائنا العام الدراسي الجديد ويحققوا طموحات الوطن وطموحات أهلهم، ونأمل إن شاء الله مزيد من النجاحات. قضاء المشخاب وقضاء استحدث جديدا ويحتاج إلى خدمات مختلفة، والآن احنا نبذل جهد كبير وتخصيصات إضافية لغرض دفع عملية الإعمار والبناء، وخاصة البنى التحتية. احنا وصلنا لمرحلة جيدة في استكمال مشاريع المجاري والماء والطرق والكهرباء، ونأمل إن شاء الله استكمال هذه الخدمات بأحسن وجه. من جانبه أكد مدير إعدادية العزة سجاد شهيد أن الزيارة أعطت دافعا قويا للطلبة والأساتذة من أجل بذل المزيد من الجهد
مؤكدا دعم السيد المحافظ للدورات التطويرية لطلبة الصف السادس العلمي. شرفنا اليوم بزيارة السيد محافظ النجف الأشرف المحترم للاطلاع على سير الامتحانات في إعدادية العزة للبنين. وكما معروف عن السيد المحافظ برعايته الأبوية للتربية والتعليم، وهذا كما عاهدناه منه منذ البدء بدعم العملية التربوية، لأنه البلد لا يمكن النهوض به إلا من خلال العملية التربوية، لأنها أساس كل تطور يحدث في البلد. السيد المحافظ كما هو معروف عنه قام بسنوات الماضية بفتح عدة دورات لطلبة الصف السادس العلمي لغرض النهوض بالعملية التربوية ورفع المستوى العلمي للطالب، لكي يتم الحصول أو لحصوله على معدلات عالية تؤهله للدخول إلى الجامعات، وخاصة من يروم أو الحصول على درجات عالية تؤهله للدخول إلى كلية الطب أو كلية الهندسة، وهذا حسب ما يخطط له الطالب وبمساعدة وبدعم السيد المحافظ. ومن خلال النتائج التي تحققت بالأعوام السابقة النتائج واضحة، ومن خلال عدد الطلبة الذين قبلوا في كلية الطب، وهذا مما يدل على أن دعم السيد المحافظ للعملية التربوية قد بان. نشكر سيادة السيد المحافظ على زيارته للإعدادية ولدعم العملية التربوية، وإن شاء الله يبقى مستمرا في دعم العملية التربوية لغرض النهوض بالبلد وتطور العراق. جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات نصف السنة في مدارس المشخاب، ومن أجل التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر وبحث مشاريع المدينة خلال المرحلة القادمة. أحمد كاظم، إذاعة وتلفزيون الوفاء، النجف الأشرف.